حين تصبح الجنسية حلما، قصة من انعدام الهوية إلى الاعتراف. في عالم يعرف الإنسان بوثيقة، قد تتحول الحياة كلها إلى انتظار اسم، انتظار رقم، انتظار وطن يعترف بك. معانا قصة، بل حكاية إنسانية حقيقية عن انعدام الجنسية، أحد أكثر أشكال الظلم صمتا في عالمنا المعاصر. ولدت مها وسعاد لأبوين من أصل سوري في بيروت، لكنهما لم تحصلا على الجنسية اللبنانية ولا السورية بسبب القوانين وعدم الاعتراف بزواج الوالدين. هكذا بدأتا حياتهما بلا جنسية، بلا هوية قانونية، وبلا وطن ينتميين إليه. ماذا يعني أن تكون بلا جنسية؟ يعني أن تعيش دون جواز سفر، دون حرية تنقل، دون ضمانات قانونية واضحة. تدرس، تعمل، تحلم، لكنك دائما تحت سقف منخفض من القيود والخوف من المستقبل. حياة كاملة تعاش مؤقتا. رغم ذلك لم تتوقف مها وسعاد عن الحياة. درست، تعلمت، وحاولت بناء مستقبل طبيعي قدر الإمكان، لكن الواقع كان أقصى من الأحلام. ومع اشتداد الأزمات في الشرق الأوسط، قرر الهجرة بحثا عن الأمان والاحتراف الإنساني. البرازيل. حين يفتح القانون باب الأمل في عام 2014، وصل إلى البرازيل، الدولة التي أظهرت آنذاك انفتاحا إنسانيا نادرا تجاه قضايا اللجوء انعدام الجنسية. ومع صدور قانون الهجرة البرازيلي الجديد عام 2017، أصبحت البرازيل من أوائل دول العالم التي تعترف رسميا بفئة عديم الجنسية، وتمنحهم مسار قانوني واضح. لم يكن الأمر سهلا، لكنه كان ممكنا. في عام 2018 دخلت مها وسعاد التاريخ كأول شخصين عديم الجنسية يحصلان رسميا على الجنسية البرازيلية. لم تكن مجرد وثيقة، بل اعتراف بالوجود، ونهاية سنوات من الإقصاء القانوني، وبداية حياة كاملة الحقوق. من معاناة شخصية إلى رسالة عالمية. بعد حصولهما على الجنسية، لم تتوقف القصة عند هذا الحد. تحولت مها وسعاد إلى ناشطين دوليين في مجال حقوق الإنسان. مع عالم السفر. إذا كنت عديم الجنسية وتحب تبدأ حياة جديدة بوثائق، كلم عالم السفر. بنقدم ملفك للسفارة، إرسال دعوات سياحية وتجارية، استقبال في المطار، إيجاد سكن، استخراج الأوراق، تقديم ملفك للبوليس الفيدرالي، أخذ موعد في البوليس الفيدرالي، تقديم على الإقامة الدائمة أو المؤقتة أو اللجوء. عالم السفر، ثقة، أمان، شفافية. تحياتي لكم جميعا، أنتم في أمان. عالم السفر.